اسمعوني واسمعوا حكايتي من غير ما تلوموا علي وقولولي أعمل إيه. جوزي كان متجوز واحدة قبلي وما كانتش بتخلف، وهي اللي جوزتني ليه، وفضلنا عايشين مع بعض أنا وهي في بيت واحد 5 سنين. وبعد كده طلبت الطلاق وخيرته بيني وبينها، وطبعا علشان كنت خلفت منه وزي ما كنت متوقعة اختارني أنا والولاد، وخلفت له 5 أولاد، بنتين و3 ولاد. وهم كانوا متجوزين عن حب، وكانت قصة حب كبيرة قوي. وهي اتطلقت وعاشت عند أهلها، وجت بعد كده تعبت لدرجة إنها بقت عمية ما بتشوفش، وأنا خفت يرجعها تاني، لكن هو قال لي أنا بحبك انتي وولادي وخلاص، هي قصة وخلصت وبقت ماضي وانتهى. وأنا صدقته، ودلوقتي هي توفت من 5 أيام، الله يرحمها. دخلت على جوزي الأوضة لقيته بيعيط وعينيه ورمة من كتر العياط، وحابس نفسه لا بياكل ولا بيشرب، وكأنه بينهنه زي العيل الصغير، مع إنهم متطلقين من 15 سنة. أنا حسيت بالغيرة من ناحيتها وغيرت قوي عليه، وما كنتش عارفة إن هو بيحبها قوي كده، وبشوف في عينيه لوم وعتاب إنه عايز يقولي انتي السبب، انتي اللي حرمتيني منها، انتي اللي وصلتينا لكده. أنا مش عارفة أعمل إيه، قولولي أتصرف إزاي. حبيبة قلبي، عايزاني أقولك تعملي إيه؟ أولا، الست ماتت ما يجوز عليها غير الرحمة منك ومن أي حد، الله يرحمها ويسامحها. ثانيا، غيرانة من إيه؟ غيرانة من واحدة ماتت وقبل ما تموت هي اللي جوزتك الراجل ده، هي اللي كانت السبب بعد ربنا ان انت تكوني زوجة وام ومعاكي 5 أولاد. انت نسيتي فضلها ونسيتي اللي عملته معاكي. ويا عالم هي طلبت الطلاق ليه؟ مش يمكن انت صدر منك حاجة خليتيها طلبت الطلاق؟ ايه اللي يخلي الست زي ما بتقولي كانوا قصة حب كبيرة جدا تسيب جوزها وتسيب حياتها وتسيب حب عمرها وتطلب الطلاق؟ اكيد انت صدر منك حاجة حسستيها بعجزها، حسستيها بشغل الضراير زي ما بيقولوا، انا اللي خلفتله وانا اللي جبتله الولاد. سيبيه يعيش حزنه براحته، وهيرجع لك انتي وولادك، لان خلاص ما بقاش في خوف من حاجة ولا بقى في قلق من اي حاجة. الله يهديكي ويصلح حالك. سيبيه يعيش حزنه وترحمي على الست اللي ماتت. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسونيش تدعموا الفيديو باللايك، واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.